حكايتنا النهاردة بتبدأ مع مهندس كان خلاص على وشك إنه يخسر كل حاجة بناها في حياته. مشروع واحد فشل وكان كفيل إنه يقضي عليه تماماً. تخيلوا معايا كده إحساسه وهو شايف كل تعبه وشغله بينهار قدام عينيه. ليالي طويلة ما بينامهاش من كتر التفكير والخوف من الكارثة اللي جاية. لكن وسط كل الضلمة واليأس ده ومن غير ما يتوقع أبداً كانت هتتولد فكرة بسيطة، فكرة هتغير حياته كلها للأبد. في حكمة جميلة قوي للكاتب توماس كارلايل بتقول: مهمتنا الأساسية مش إننا نحاول نشوف إيه اللي مستخبي ورا الضباب في المستقبل البعيد، لأ، مهمتنا هي إننا نعمل اللي واضح قدام إيدينا دلوقتي وبس. المقولة دي بالذات هي مفتاح كل حكايتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنغوص مع بعض في بحر حكمة من واحد من أهم كنوز التنمية الذاتية، كتاب دع القلق وابدأ الحياة للكاتب العظيم ديل كارنيجي. الكتاب ده مش مجرد كلام على ورق، لا، ده يعتبر روشتة عملية ومجربة عشان نعيش حياة أهدى وأسعد. يلا بينا نبدأ الرحلة. نرجع تاني للمهندس بتاعنا اللي كان اسمه ويلس كارير. ويلس كان حرفياً بيغرق في بحر همومه، وهو في عز أزمته ويأسه التام اكتشف بالصدفة البحتة حاجة سماها كارنيجي الصندوق السحري، أو يعني معادلة سحرية كده لحل أي مشكلة ممكن تقابلنا وتسبب لنا قلق. وهنا بيجي السؤال المهم، يا ترى إيه هو السر ده؟ إيه هو السر اللي بيخلي أي إنسان يقدر يتغلب على أزمة ضخمة زي دي؟ يا ترى ويلس كارير عمل إيه بالظبط عشان يحول الكارثة اللي كانت هتنهي مستقبله لنجاة عظيم؟ الحل طلع في 3 خطوات بسيطة جدا بس عبقرية. الخطوة الأولى، كارير قرر يواجه. مسك ورقة وقلم وبكل شجاعة من غير ما يهرب من الحقيقة المرة حلل الموقف وسأل نفسه سؤال واحد وواضح: إيه هي أسوأ حاجة ممكن تحصل لو المشروع ده فشل تماما؟ أسوأ سيناريو على الإطلاق. الخطوة التانية، بعد ما حدد أسوأ سيناريو واللي كان إن شركته هتخسر $20,000 وممكن جدا تفلس، قرر نفسيا إنه يتقبل النتيجة دي تماما. قال لنفسه: تمام، أنا مستعد ومتقبل الخسارة دي لو هي دي النهاية. وهنا بالظبط حصلت المعجزة. بمجرد ما استسلم نفسيا لأسوأ احتمال ممكن، حس كأنه شال من على كتافه الجبل من الهم. القلق اللي كان خانقه ومسيطر عليه اختفى، وعقله نور فجأة. والأول مرة من أسابيع قدر يبدأ في الخطوة الثالثة. بهدوء أعصاب غريب كرس كل وقته وطاقته عشان يبتدي يحسن الوضع ده. اللي حصل لكارير ده هو ده السحر الحقيقي للفكرة كلها. لما بنتقبل أسوأ سيناريو ممكن، عقلنا بيرتاح، التوتر والخوف بيهربوا، ومكانهم بيظهر التركيز وهدوء بيسمحوا لنا نفكر صح ونلاقي حلول عمرنا ما كنا هنشوفها وإحنا غرقانين في القلق. ده بالظبط اللي بيحصل لما بنحرر عقلنا من سجن طب ولو حصل كذا. والمفاجأة الكبيرة كانت هنا، لما كارير بدأ يفكر بهدوء وبدون ضغط، اكتشف إن المشكلة كلها، الكارثة اللي كانت هتدمر حياته دي، ممكن تتحل بتعديل بسيط جدا في المشروع هيكلف شركته $5,000 بس، مش 20,000 زي ما كان متخيل. وبالفعل حول الخسارة المحققة لمكسب، والمهندس ده هو اللي أسس بعد كده شركة كارير العالمية للتكييفات اللي كلنا نعرفها النهاردة. كل النجاح ده كان بسبب إنه واجه قلقه بطريقة صح. طيب، دي كانت طريقة ممتازة للتعامل مع الأزمات الكبيرة والمصايب. لكن إزاي بقى نتعامل مع القلق اليومي والمستمر، الهموم الصغيرة اللي بتفضل تاكل فينا كل يوم؟ هنا ديل كارنيجي بيقدم لنا مفهوم تاني عبقري اسمه العيش في وحدات يومية محكمة الأغلاق. الفكرة دي مستوحاة من مقولة لطبيب شهير جدا اسمه السير ويليام أوسلر، اللي كان دايما بيقول لطلابه: اقفلوا الأبواب الحديدية على الماضي وعلى المستقبل، عيشوا في وحدات يومية محكمة الأغلاق. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ تعالوا نتخيل مع بعض سفينة ضخمة في نص المحيط. السفينة دي متقسمة من جوه لوحدات وغرف منفصلة عن بعضها بأبواب حديد ضخمة. لو حصل خرم في جزء من السفينة وبدأت المياه تدخل، القبطان الشاطر بيعمل إيه؟ بيقفل الباب الحديدي على الجزء ده ويعزله تماماً عن باقي السفينة عشان ما تغرقش كلها. حياتنا المفروض تبقى كده بالظبط. لازم نتعلم نقفل الباب على أخطاء امبارح اللي خلاص راحت ومش هترجع، ونقفل الباب على قلق بكرة اللي لسه ما جاش، ونركز كل طاقتنا وتركيزنا وذكائنا على إننا نعيش النهاردة وبس. وده طبعاً مش معناه إننا نتجاهل التخطيط للمستقبل، لأ خالص. الفكرة كلها إن أفضل طريقة نجهز بيها لبكرة هي إننا نعمل شغل النهاردة بإتقان تام وبشكل ممتاز. لما بنركز على يومنا وبنعمل كل اللي علينا فيه على أكمل وجه، فإحنا كده تلقائياً وبدون مجهود بنبني أفضل مستقبل ممكن. تعالوا نتخيل عقلين جنب بعض. الأولاني هو العقل القلقان، وده عايش في دوامة، يا إما بيفكر في الماضي ويلوم نفسه على غلطات فات أوانها، يا إما مرعوب من اللي ممكن يحصل بكرة.
كل أسئلته يا ترى لو حصل كذا. الخوف ده بيخليه مشلول، واقف مكانه، وطاقته كلها بتتسحب في التفكير السلبي ده. أما بقى العقل التاني، العقل المركز، فهو واقف بثبات ورجليه على أرض النهاردة. سؤاله بسيط وواضح: إيه اللي أقدر أعمله دلوقتي حالاً؟ الإجابة على السؤال ده بتديله دفعة للحركة والفعل، وبيلاقي نفسه بيبني نجاحه خطوة بخطوة، يوم ورا يوم. الفكرة دي لوحدها قادرة تغير حياة أي حد فينا. وقبل ما نكمل باقي الحكاية الممتعة دي، لو عجبك المحتوى يا ريت تشترك في القناة وتعمل لايك، ده بيشجعنا جدا نستمر ونحكي حكايات أكتر. جميل قوي، احنا كده عرفنا المبادئ الأساسية. طيب إزاي بقى نكسر عادة القلق نفسها؟ أيوة، لأن القلق في النهاية هو مجرد عادة عقلية سيئة اتعودنا عليها مع الوقت، وزي أي عادة نقدر نكسرها. كارنيجي بيدينا روشتة عملية جدا. أول حاجة، اشغل نفسك دايما بعمل إيجابي ومفيد. زي ما بنقول العقل الفاضي ملعب للشيطان وللقلق كمان. لما بتكون منهمك في شغل أو هواية بتحبها مبيبقاش في مساحة أصلا للتفكير الزيادة. تاني حاجة، ما تكبرش الأمور التافهة. فكروا كده، كام حاجة قلقتوا منها السنة اللي فاتت ونسيتوها أصلا النهاردة؟ أغلب همومنا كده. تالت حاجة، تعاون مع ما لا مفر منه. يعني لو في مصيبة حصلت وخلاص مفيش في إيدك أي حاجة تغيرها، سلم للأمر الواقع. ده مش ضعف على فكرة، دي قوة بتخليك توفر طاقتك للي جاي. وأخيراً، ادي كل مشكلة حجمها الطبيعي. اسأل نفسك، الموضوع ده يستاهل مني قلق قد إيه؟ ساعة، يوم، واديها وقتها بالظبط وما تزودش عليه دقيقة واحدة. وهنا بتيجي مقولة عظيمة للكاتب جورج برنارد شو بتلخص كل ده في جملة: سر التعاسة هو إن يكون عندك وقت فراغ تسأل فيه نفسك إذا كنت سعيد ولا لأ. لما بنكون مشغولين في حاجة ليها معنى، مش هنلاقي وقت أصلاً للقلق أو التفكير الزيادة في نفسنا. وفي النهاية كل الطرق دي بتوصلنا للهدف الأسمى، الكنز الحقيقي اللي كلنا بندور عليه في حياتنا: السلام الداخلي والطمأنينة. ممكن نلخص أهم درس في الكتاب كله في الجملة البسيطة دي: راحة البال هي اختيار مش ظرف. يعني هي مش حاجة بنستناها تحصل لما ظروفنا تتحسن أو مشاكلنا تخلص، لأ، دي قرار بناخده جوه عقلنا دلوقتي وفي أي لحظة. لأن في النهاية خالص أفكارنا هي اللي بتشكلنا وبتشكل حياتنا. حياتنا اللي بره هي مجرد انعكاس لعالمنا اللي جوه. لما بنختار إننا نركز على أفكار إيجابية، أفكار عن الحلول مش المشاكل، أفكار عن الحاضر مش الماضي أو المستقبل، إحنا فعلياً بنختار شكل حياتنا وبنحرر نفسنا من سجن القلق اللي بنيناه حوالينا. ودلوقتي أحب أسيب كل وقت بيسمعنا مع السؤال ده: إيه هي قصة القلق اللي عايشها دلوقتي؟ وهل يقدر يستخدم أي فكرة من اللي قلناها النهاردة عشان يبدأ يغير القصة دي من النهاردة؟ مجرد التفكير في السؤال ده هو أول خطوة في طريق التغيير الحقيقي. لو الشرح ده كان مفيد ليكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل حكاياتنا الجاية، وقولوا لنا في التعليقات إيه هي الكتب أو الروايات اللي حابين نحكي قصتها المرة الجاية. كل المصادر اللي استخدمناها هتلاقوها موجودة في الوصف تحت. شكراً جداً لمتابعتكم، وأشوفكم في حكاية جديدة.